إلى الناس اللي مش فاهمة ومش عايشين في وسط الناس، أحب أضيف لهم حاجة وأعرفهم عيوب في الناس. ما تديش الأمانة عمرك، ده في ناس بنت جنية بتسرح حتى كحل العين، وعينهم بكحاوي قوية. الناس معادن في الحياة، وطول ما انت ماشي هتعدي ياما كتير على قلوب مصدية. احكي لكم قصة تخلي شعر الراس يشيب، عن حد صاحبه بيسرقوه حوار غريب. موضوع طويل وهحاول انجز واختصر، عن ناس ما تعرف الخشة ولا حتى عين. صاحب وصاحبه دخلوا بيته كمان، اداله سره قبلها اداله الامان. ده كان مأمنه يا ناس على بيته وعياله، وما جاش في باله انه بني ادم جبان. مشيت بينهم العيشة صحبه أكتر كمان واخوات، وحوش صاحبه تحويشة ساعتها ضميره فرقه مات. شيطان على الفلوس وزه ونسي صاحبه اللي بيعزه، لا عيش ولا ملح بيهزه، ظهر شغل التلات ورقات ورسم له خطة مية مية وفي التمام. في غيابه راح البيت خد المعلوم أوام، فاكرها سهلة والدخول زي الخروج، وفي عقل باله يقول ده هتعدي بسلام. عرف صاحبه الحوار كله مع الشاهد جابوا الاتنين، حلف لا يهينه ويذله ويديله الألم ألمين. وبالأسوأ مع تعامل ورجع حقه بالكامل، وقال له عشرتي وعيشي خسارة يا صاحبي في الخاينين. نصيحة يا صاحبي من الآخر، بلاش تدي الأمان ببلاش، وشد الحبل على الآخر مع الناس اللي ما بتسواش. بقول خلاص وانا بخون، دي خالية بنسى تتلون، دي دنيا ربنا يهون، تعدي بخير بقى وتتعاش. ناس ناقصة عقل يا ناس، وناس مالهمش دين، والمخلصين دلوقتي حبة قليلين. دلوقتي زمن الفهلوة ولعب الحبال، وراح زمان وناس زمان الطيبين. ما تديش الأمانة عمرك، ده في ناس بنت جنية
بتسرح حتى كحل العين، وعينهم بك حاوي قوية. الناس معادن في الحياة، وطول ما انت ماشي هتعدي ياما كتير على قلوب مصدية.